مساء الخير واهلا بكم في نادي العاصمه. شعارنا منذ عودتنا هو البحث عن الحقيقه والحقيقه المجرده. يعني بنبحث عن الحقيقه، مش بنبحث عن التهييج، بنبحث عن الحقيقه بشرط انها تكون مجرده من غير ما نحط اهوائنا الشخصيه جواها. داخل نادي العاصمه بنحاول اننا نتحاور ونتناقش، بننظر الى استطلاعات راي وارقام. كل ده في المقام الأول معمول عشان خاطر نصل إلى حقيقة، وحقيقة مجردة. من الخميس اللي فات ساعة آخر حلقة كنا موجودين فيها، وكان صباح تاني يوم مليونية في ميدان التحرير. الأحداث اللي حدثت خلال هذا الأسبوع كانت كثيرة وكثيفة. طبعا لازم واحنا بنتكلم أولا إننا نقول إننا نتقدم لأسر الشهداء بخالص العزاء، ربنا يلهمهم الصبر. شهداء مصر، والدم المصري محرم على المصري في أي شكل كان، ونشعر بالأسى الشديد. قلوبنا بتتوجع على كل شاب أو رجل أو بنت أو حتى طفل كان ضحية لهذه الأحداث، وكان شهيدا عند ربه إن شاء الله يرزق. عشان نشوف ايه اللي حصل، يعني الجمعة، جمعة المطلب الواحد اللي كانت 18 نوفمبر، دعا إليها الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل وهو المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وطلب تسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى نهاية شهر إبريل القادم. كانت مجموعة من الجمع المقرر إطلاقها سماها شباب الثورة مجازا جمع قندهار، لأن الإسلاميين هم اللي وراها. لكن من يوم السبت بدأت الأحداث المؤسفة جدا. يعني شفنا ان الاحداث اللي حصلت مع مصابي الثوره اللي كنا التقينا بيهم في الاسبوع الماضي وكانوا موجودين، وشفنا محاوله فض او عمليه فض هذه الاعتصامات او هذا الاعتصام البسيط اللي كان موجود في ميدان التحرير. فاعاد هؤلاء المصابون الثوار الى ميدان التحرير مره اخرى، وكما يقال عادت الثوره لشباب الثوره بعد تخاذل الكثير من الأطراف في التعامل معها. نزل لميدان التحرير يوم السبت مساء المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل لمساندة الشباب الثائر، ونزل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد سليم العوا، والاثنين محسوبين على التيار الإسلامي. لكن ما كانش فيه تواجد كثيف للجماعات الدينية في ميدان التحرير، وما شفناش باقي مرشحي الرئاسة في ميدان التحرير، وما شفناش جماعة الإخوان ولا حزب الحرية والعدالة. البعض أشاع أن نزول هذه الشخصيات كان مجرد دعاية انتخابية، وأعتقد أن ده خطأ. لكن عايز أقول أن الخطأ الكبير كان بالنسبة للناس اللي ما نزلتش ميدان التحرير تساند الثورة، والخطأ أيضا على اللي نزلوا ميدان التحرير لمجرد أن هم يحققوا مكاسب شخصية ويهيجوا المشاعر أكتر وأكتر. النهاردة هنطرح الكثير من القضايا العالقة والمتعلقة بمستقبل الأمة المصرية. مش هنطرح الأحداث ونقعد نوجه أصابع اتهام ونقول هو مين اللي ابتدى، مين اللي ضرب مين، ومين اللي عمل إيه زي ما كل الناس كانت بتعمل. النهاردة عندنا لقاء مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بنفسه، ومعانا هيكون أيضا المفكر السياسي الدكتور حسين عبد الرازق القيادي البارز بحزب التجمع. وعندنا مجموعة تانية من اللقاءات، والنهاردة إن شاء الله إحنا ممتدين معاكم يعني يمكن فجر اليوم، واعتقد اننا هنقدر ننقل الكثير من وجهات النظر. عايزين نقول ان جماعه 6 ابريل هتكون موجوده معانا، شهود عيان هيكونوا موجودين معانا في الاستوديو، يعني هيكون عندنا صور مختلفه واشخاص مختلفه تنقل لنا الصوره ونحن نبحث عن الحقيقه المجرده. قبل ما اروح مع حضراتكم لما حدث وكيف بدات الثوره الثانيه، تعالوا نبص مع بعض على بعض الاخبار. قبلها بس عايز اقول اننا على موقعنا الالكتروني capitalclub.tv اجرينا استطلاعين للراي. الاولاني كان عن مليونيه 18 نوفمبر، هل نجحت في تحقيق اهدافها؟ 39.2% قالوا لا، و36.7% قالوا نعم نجحت، و10.1% قالوا الى حد ما. وكنا حاطين يعني سؤال
يعني خفيف كده بيقول هل كانت هناك مليونية يوم الجمعة، كنت متوقع ان نتيجته تبقى 0%، طلعت 14%. استطلاع رأي آخر موجود على الموقع لغاية دلوقتي، هل توافق على ما جاء في كلمة المشير طنطاوي؟ 60.5% قالوا لا أوافق، و36.2% قالوا أوافق، و3.4% قالوا غير متأكد. المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بيان جديد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأبدى فيه أسفه واعتذاره الشديد على كل من سقط شهيدا من أبناء التحرير خلال الأحداث الأخيرة. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه كان رقم 84، تقدم فيه بالتعازي لأسر الشهداء في كافة أنحاء مصر، وأكد التزامه بالتحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كافة من تسببوا في تلك الأحداث، وده يمكن يخلي بعض المشاعر تهدى إلى حد ما. من ناحية تانية، أقيم النهاردة مؤتمر عالمي حول الانتخابات البرلمانية المصرية 2011-2012، وشارك فيه كل من اللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين، ممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. اللواء الملا عضو المجلس الأعلى أكد خلاله أن الجميع يتفق على وجود فساد في مصر منذ عشرات السنين لا نستطيع اقتلاعه فورا وتحقيق العدالة خلال شهور قليلة جدا، وأكد أن حقوق الإنسان لا يمكن المساس بها. لواء الملا أشار لبيان المشير طنطاوي وتوصيات اجتماع الفريق سامي عنان مع عدد من المرشحين للرئاسة والقوى السياسية والأحزاب والمفكرين، تمثلت في الوقف الفوري لإطلاق النار ضد المتظاهرين، تفادي الصدام بين المتظاهرين والأمن، كفالة حق التظاهر السلمي للجميع بما لا يتعارض مع حركة المرور، الإفراج الفوري عن جميع المقبوض عليهم من المتظاهرين من يوم السبت اللي فات، ويتم علاج المصابين وتعويض أسر الشهداء، مع حصر شامل للمتسببين لهذه الأحداث لإحالتهم للتحقيق الفوري والمحاكمة. اللواء الملا قال إن الأمن والقضاء جاهزين لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والناس عليها أنها تتوجه للصناديق. طبعا في نفس المؤتمر الصحفي أشار اللواء الملا أنه لم يحاكم أي من النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكري بسبب رأي، ولكن كانت المحاكمة للبلطجية. في نفس الوقت ردا على سؤال حول سقوط أكثر من 38 قتيل وتصرفات الشرطة الوحشية مع المتظاهرين، اللواء الملا قال أن الطب الشرعي لم يصدر تقريره حتى الآن بشأن سبب الوفاة، وأكد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية. حول وصف العفو الدولية ما يحدث في مصر الآن من انتهاكات بأبشع مما كان يحدث في عصر النظام السابق، يرى اللواء الملا أن بعض الصحف العالمية أذاعت أن القوات المسلحة تريد البقاء في السلطة، معترفا بوجود تجاوزات هيتم التعامل معها بشدة. اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إن إن الجيش عنده خريطة طريق واضحة وصريحة للمرحلة الانتقالية، وذلك منذ الإعلان الدستوري الأول. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى مهام السلطة منذ يوم 28 يناير لما نزل التحرير وأيده الشعب، وتم تأكيد ده باستفتاء 19 مارس، ولذلك تخلي المجلس عن مهامه الآن هي خيانة للوطن. طبعا سمعنا كلنا يعني الأخبار، لأن الأخبار يعني احنا ما جبناش أي عناوين للصحف، لأن العناوين كلها شبه بعض خلال الأسبوع كله مع اختلاف اسم الصحيفة، وما أعتقدش أن الناس كانت خلال الأسبوع ده بتتابع الأخبار من خلال الصحف، لكن شاشات التلفزيون والإنترنت كانت هي أسرع الوسائل، لأن الأحداث كانت متلاحقة وسريعة جدا. وآخر الأخبار طبعا زي ما حضراتكم عرفتم أن المشير طنطاوي التقى بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وده طبعا الناس بدأت تتكلم عن ان ده معناه ان الدكتور الجنزوري هو هيكون رئيس الحكومة القادمة. للبعض عايز يسميها حكومة انقاذ وطني، او البعض بيقول انها حكومة جديدة، لكن في كل الاحوال هي النهاردة شايفين النقاش مع الدكتور الجنزوري. وده برضو بعد ما تواترت الاخبار ان السيد عمرو موسى رفض تولي هذا المنصب، وقبل منها بيومين كان هناك ايضا رفض موجود من الدكتور البرادعي لأسباب. بمناسبة الدكتور البرادعي، كتير من الناس في ميدان التحرير وجهت لنا وعلى صفحاتنا وقالوا لنا انتوا ازاي بتستضيفوا الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل وما تستضيفوش الدكتور محمد البرادعي. طبعا الدكتور محمد البرادعي شخصية بنحترمها ونوقرها ونبجلها كشخصية مصرية مرموقة وكمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية،